صوتهم اللي فضل. شهرزاد الإذاعة المصرية، الست اللي كانت كل ليلة بتفتح لنا أبواب ألف ليلة وليلة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد عزيزة إمام حسنين أو زوزو نبيل. زوزو نبيل مواليد السيدة زينب سنة 1918. زوزو أفضل صوت إذاعي مر من قدام ميكروفون الإذاعة المصرية. محبتش تظهر باسمها واختارت لنفسها اسم فني اللي هو زوزو، أما نبيل فده كان اسم ابنها الوحيد. زوزو الجمهور ارتبط بصوتها من خلال ألف ليلة وليلة في الإذاعة المصرية اللي بدأ سنة 1955 واستمر لمدة 26 سنة. كانت من تأليف طاهر أبو فاشا وإخراج محمد محمود شعبان. فقال الوزير حسان: سمعا وطاعة يا ملك الزمان. وخرج الملك. لجانب ألف ليلة وليلة، زوزو نبيل ليها أعمال كتير جدا في الإذاعة زي الأفعى، الحائط الرهيب، حب ووفاء، عذراء الربيع، أجراس الوهم، شخصيات تبحث عن مؤلف، العش المهجور، ياسمين، ولعبة الحياة، وغيرها كتير وكتير من أعمال إذاعية قامت ببطولتها أو حتى بأدوار تانية فيها. كلنا عارفين إن زوزو نبيل مثلت في الإذاعة وفي التلفزيون وفي المسرح، لكن اللي ما نعرفوش عن زوزو إنها كمان اشتغلت في الخمسينات كرقيبة لمدة 3 سنين في رقابة المصنفات بمصلحة الفنون، وكمان تولت إدارة المسرح الشعبي بوزارة الثقافة سنة 59، وبعدها عملت بمؤسسة المسرح من سنة 62 لسنة 64. كمان كانت بتقوم بتدريس مادة الإلقاء بمعهد السينما مع الفنان عبد الوارث عاثر لحد ما وصلت لدرجة وكيل وزارة. فضلت زوزو في الفن لحد ما توفت سنة 96 قبل عرض آخر أفلامها مع فاروق الفيشاوي، الفيلم الكوميدي رجل مهم جدا. هو مشوار طويل جدا، لكن الحمد لله لا نهكت ولا تعبت لأني ماشية بالعقل. يعني عمري ما تسرعت في ممارسة أي عمل فني، يعني واحدة واحدة أطلع السلم درجة درجة. عشان كده وصلت مرتاحة فنيا الحمد لله، بستمتع بحب الناس وبسعد جدا بتقديرهم لأعمالي الفنية سواء القديمة أو الحديثة. شهرزاد الإذاعة المصرية زوزو نبيل، صوت مش هيجي زيه. زوزو نبيل رحلت بس صوتها هو اللي فضل.